معانا رسالة من بنوتة صغننة عندها 17 سنة، هي في كلية الطب. بتقول: اتصدمت في مامتي، ربنا يستر، اتصدمت في مامتي لما كنت واخدة تليفونها أشوف حاجة، فلقيت رسالة جت لماما من راجل غريب، ولما دخلت على الرسايل اوبا لقيتها بتكلم واحد على الشات وبينها وبينه علاقة، وحكيها له بقى انها صغيرة ومش متجوزة ورسايل حب. وانا بجد مصدومة، انا مش عارفة اعمل ايه، لا طايقاها ولا بحترمها ولا بقيت بهتم بمذاكرتي. لا استني بقى، انا بدافعش عن مامتك، بس احنا لازم نكون عارفين ان الاهل دول بشر وارد يخطئوا. يعني الاهل دول مش انبياء، حتى الانبياء بتغلط. الاهل دول بشر، زي ما انتي بتغلطي هي كمان ممكن تغلط، ويا رب وانتي في سنها ما تغلطيش زيها. وموضوع انك بتتلككي بقى ان انا هفشل وما انجحش وحياتي جحيم عشان اتصدمت واتعملت، واضح ان ماما منفصله عن بابا لانك ما جبتيش سيره بابا خالص. انا شايفه ان الافضل من ده كله انك تواجهي مامتك، قولي لها حصل كذا وكذا وكذا، حتى لو هي كشفت لك الضعف اللي في حياتها هي محتاجاكي جنبها. فكري فيها بطريقه تانية، هي بتعمل كده لانها مش لاقيه لها حياه اصلا، وكمان مش عايزه تواجه الواقع بشخصيتها. صدقيني امك محتاجاكي، مش دايما ولادنا اللي محتاجيننا. انت مش صغيره على فكره، انت عندك 17 سنه، انت فاهمه كلامي كويس قوي. اقعدي اتكلمي مع مامتك، ولو مامتك محتاجاكي اديها وقت. وعيكم في الجيل ده اعلى من وعينا بكتير. حقيقي انت مش محتاجه انك تعملي الدراما دي انك تأثر على مستقبلك، لكن متضايقه من مامتك وكل الكلام ده، انا معاكي. روحي واجهيها وهي هترد عليكي.